لما بنحب ندلع حد ونبسطه بنعمل له ايه؟ ايوه، هو المحشي. فاتلفيت بقى كل الخضار اللي عندي قررت اعمل له احلى حله محشي، يستاهل والله يا جماعه. يلا بينا نبدا. اول حاجه خلصتها الفلفل الحار والبارد. دلوقتي بقى هندخل على مين؟ على الكوسه. يا جماعه خلصت تقوير الخضار بتاعي كله والبتنجان، وعملت كمان بطاطسايه وشوحتها في الزيت، وبصل وطماطم الخضار اللي انتوا شفتوه. جهزت الصلصه بتاعه المحشي، الرز جهزت الرز اهو، وكمان الارضيه وحطيت فيها اللي انتوا عارفينها يعني، وزياده عليهم حطيت القلب بتاع الكوسه، بيبقى طعمه حلو جدا لما بيستوي. استني يا لولو لا. وهبتدي احشي دلوقتي بقى واقوله لكم لما نخلص. الحمد لله واخيرا اهو خلصت حله المحشي يا جماعه. اديت له رشه ملح بسيطه كده، وحطيت له شوربه طبعا لان الشوربه بتاعتي فيها ملح، فحطيت ملح بسيط مع شويه شوربه، وهغطي عليه ونار متوسطه واسيبه لحد ما يستوي، وطبعا عيني عليه كل شويه. يلا نشوف. ترى الاكل بتاعنا استوى، وهنا حمرت جنب كام قطعه كوكي كده. وهننهي الفيديو بتاعنا النهارده. لو عجبكم الفيديو متنسوش بقى من اللايك والشير والاشتراك في القناه، ونتقابل في فيديو جديد ان شاء الله. مع السلامه. سلام. باي. لولو تقول لكم باي باي. حبيب ماما.